السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العصير الجزر بالبرتقال اللي انتوا شايفينه الجميل دوت، بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، وحاجة رخيصة وحاجة جميلة جدا، والطعم تحفة تحفة. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنا كل اللي معايا، انا هنا معايا نص كيلو من الجزر زي ما احنا شايفين كده. وهنا معايا السكر بقى حسب الرغبة، حسب ما انت حابة. انا هنا معايا 4 كوبايات من السكر، هحطهم هنا كده زي ما اتفقنا. السكر حسب الرغبة، لان احنا مش هنحط سكر تاني، احنا هنعمله ومش هنزود مية ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين كده. تمام. كل بقى اللي هنعمله هنا كده هنقلب السكر بتاعنا زي ما احنا شايفين اهو. هقلبه كويس كده، اغلفه بالسكر زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى انا معايا ده اول لتر اهو. وهنا معايا كده هنحط لتر ونص بس زي ما احنا شايفين اهو، مش لترين زي ما احنا شايفين. وهنقلبه كده كده. بقى انا هرفعه على النار، وبعد كده نشوف هنعصر ازاي البرتقال، لان انا هنا حطيت الميه الكتير ديت علشان خاطر انا عايزه الجزريه بتاعتي تبقى مستويه ومهريه. وهنا كده عندي الغليان، انا كده معايا ليمونه عصرها ومصفيها، وهحطها كده وهقلب وهسيبهم بقى يستووا ويتهروا مع بعض، وبعد كده نشوفهم في الاخر خالص. هنشوف العصير هيبقى عامل ازاي. كده بقى هنسيبهم يغلوا ونسيبهم لغايه ما يبردوا، وبعد كده نرجع تاني ونشوف هنعمل العصير الحلو ده ازاي النهارده. وهنا كده زي ما احنا شايفين كده، هنا الجزر كده خلاص استوى خالص زي ما احنا شايفين. بصوا هنا الميه نقصت كتير كده ازاي. هنا كده دوت، بصوا هنا الشربات ده بتاعها تقيل ازاي. وهنا زي ما احنا شايفين خلصنا برضو البرتقال. دلوقتي بقى هضرب الجزر في الخلاط وارجع لكم تاني علشان صوت الخلاط ما يزعجكمش. كده زي ما احنا شايفين. بصوا هنا انا ضربت الجزر، بصوا جميل ازاي ده بالشربات اللي هو طبعا السكر زي ما انتوا شفتوه في الاول. هنبعد بقى ده كده وهنشوف البرتقال فيه شوائب ولا لا، عشان لو كده نطلعها من البرتقال. شوف بقى هنا المصفى ديت كده لو في، بصوا هنا مطرح لما كنا بنعصر البرتقال زي ما احنا شايفين. هشوف برضو لو في تاني هطلعه علشان خاطر ما يبقاش فيه اي شوائب خالص. عايزين النهارده العصير بتاعنا يبقى جميل. كده بقى كل اللي هنعمله هننزل كده الجزر وهنقلبه كويس زي ما احنا شايفين اهو. وبعد كده هنرجع تاني نضربه في الخلاط علشان خاطر يبقى الجزر متجانس مع البرتقال كويس. بصوا هنا تقيل اهوت. كده بقى هرجع اضربه في الخلاط وارجع لكم بقى ساعة التقديم زي ما انتوا شايفين كده. هضربه في الخلاط وارجع لكم. وهنا كده حبايبي زي ما انتوا شايفين كده خلصنا. انا هنا حطيت في كل كوبايه 3 تلجات. هنا العصير مش هنزود له ميه ولا هنزود له اي حاجه، هو التلج بس اللي هنحطه. بصوا هنا العصير تقيل ازاي زي ما احنا شايفين اهو، ولا ميه ولا اي حاجه. هتعمليه خام كده وهتحطي بس التلج وخلصنا على كده. يا رب وصفتي تعجبكم، وما تنسينيش في الشير وفي اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.